لقمان ايش رايكم فيه؟ لقمان كان عبدا مملوكا أسود البشر، ومع ذلك ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال له سيده، قالوا يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأطيب شيئين فيها، فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان، يعني لحمة بدون عظم. السيد يفهم منها كذا. يوم ثاني قال يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأخبث شيئين فيها، جاب له القلب واللسان. ما هذا يا لقمان؟ قالوا يا سيدي هما أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خبث. قالوا أما إنك أوتيت الحكمة اذهب فأنت حر. حررته الحكمة العلم، فلما تحرر تجمع الناس عليه، صار بيته كله ناس رايحين جايين، وسيده الذي اعتقه ما حد يسأل عنه. جاء مرة ثانية قال يا لقمان ما بال الناس يأتونك ويجتمعون عندك وأنا سيدك ما حد يجيني؟ قال له لأنك انشغلت بما لا يعنيك ففاتك ما يعنيك فتركك الناس، وانشغلت بما يعنيني وتركت ما لا يعنيني فأتى الناس إلي لأخبرهم بما يعنيهم مما علمته ولم تعلم. كلام غريب. يوم كثر الناس عنده هاجر، ترك مصر، هو من أهل مصر من بلاد النوبة بين مصر والسودان منطقة لقمان، ترك بلاد النوبة وراح الشام. كان في عهد داود عليه السلام، دخل الشام. أول ما دخل الشام درى عنه داود، ناداه سليمان لسه طفل صغير، قال له يا لقمان هل لك أن تعمل معي؟ وداود كل ما جاء حد وشافه يشتغل في الحديد يقول له ماذا تعمل؟ يقول له هذا حديد ألانه الله لي أصنع منه دروع وأسوي منه سيوف وكذا. إلا لقمان جاء وجلس وداود ينتظر يسأل، قاعد ألنا للحديد زي العجينة، إصبعه يسوي الحديد. ساكت لقمان ولا كلمة. طالع في داود إيش فيه الرجال ما يسألني شو سوي ولا سؤال. قال يا لقمان ألا تسألني عما ترى؟ ليش ما تسألني شو سوي؟ قالوا لن أسألك حتى تنتهي، فإن فهمته استغنيت عن السؤال بالفهم، وإن لم أفهمه أسألك في وقت السؤال لا قبله ولا بعده. قال هذا حكيم. لقد أوتيت الحكمة هل لك أن تعلم ابني الحكمة؟ قال بلى أعلمه الحكمة. فجلس لقمان يعلم سليمان، فأصبح سليمان في العلم والفهم أحسن من أبوه، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. لقمان ايش رايكم فيه؟ لقمان كان عبدا مملوكا أسود البشر، ومع ذلك ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال له سيده، قالوا يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأطيب شيئين فيها، فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان، يعني لحمة بدون عظم. السيد يفهم منها كذا. يوم ثاني قال يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأخبث شيئين فيها، جاب له القلب واللسان. ما هذا يا لقمان؟ قالوا يا سيدي هما أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خبث. قالوا